تخيل تكون انت المؤسس ديال شركه ومن بعد كيعزلوك منه. واش غادي توقف ولا غادي تبني شي حاجه اقوى؟ هاد القصه وقعت لواحد من اعظم العقول في العالم، ستيف جوبز. الثمانينات ستيف جوبز اسس شركه ابل ودار نجاح كبير مع اول حواسيب ديالها، ولكن في واحد اللحظه تخاصم مع المجلس الاداري وتم العزل ديالو من الشركه اللي اسسها بنفسه. اغلب الناس في هذه الحاله غادي يستسلموا، ولكن ستيف اختار يرجع يخدم من جديد. اسس جوج شركات جداد، نيكست وبيكسار. الاولى جلبت تقنيات قويه، والثانيه ولات اول استوديو ديال الرسوم المتحركه الرقميه في العالم. ومن بعد هاد السنوات شركه ابل قررت ترجعوا ليها، حيث كان هو الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذها. ورجع ستيف جوبز للشركه وقدم اختراعات بحال الايفون والايباد اللي بدلوا حياتنا. شنو رأيك في القوة ديال الإرادة ديال ستيف؟ واش عندك شي فشل حولتيه لفرصة بحال هكا؟ شاركنا التجربة ديالك في كومونتير، وما تنساش دير ابوني باش يوصلك الجديد ديالنا.